في طفل حافي عينه على الكورة رجله في التراب، كل اللي حواليه يا صديقي بيتريقوا عليه، بس هو شايف نفسه في ملعب كبير استاد ولابس أحمر في أسود والجماهير كلها بتهتف باسمه. اللاعب ده هو جورج وايا. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، يا كاتب التاريخ عنوان الورقات. من قلب ليبيريا بدل ما فيهاش غير حال جوع وفقر يظهر حلم ان شاب بيجري ورا الكوره، لكن هيجي يوم الدنيا كلها هي اللي هتجري وراه. لاعب كره قدم اسطوري رئيس جمهوريه، اتولد سنه 1966 في حي فقير في احد احياء ليبيريا. بيت بسيط وراجل ماشي بدري من حياته، والام كانت بتكافح الولد بيشوط الكوره كانها طوق النجاه. لعب في انديه كتير في ليبيريا محدش يسمع عنها، منها البلد 11 وانديه كتير تانية، عشان في يوم مدرب فرنسي يكتشف موهبه جورج وايا ويقول ان الولد دوت لازم يطير على اوروبا. ومن شمس ليبيريا الحارقه الى برد اوروبا عشان يروح يلعب في الكاميرون، وبعدها يطير على موناكو تحت قياده أرسن فينجر، الراجل اللي علمه يعني ايه كره قدم احترافيه ويعني ايه احتراف، عشان بعدها يطير على باريس سان جيرمان ويحقق مجد. ولكن يا صديقي المجد الحقيقي جورج وايا كان مستنيه ساعتها في سي ميلان. هدفه الشهير ضد فيرون، هدف اقل ما يقال عنه انه فيلم اكشن من بطوله جورج وايا، برجل واحده يعدي تقريبا الفريق كله ويحطها في الجول، والمدافعين كلهم بيتفرجوا بالكوره وهي بتهز الشباك. عشان تروح لصديقي في سنه 95 وهيحصل حدث تاريخي، المره الوحيده ان قاره افريقيا تكسب كره ذهبيه. جورج وايا يطلع على المنصه يستلم الجائزه بنفسه، احسن لاعب في العالم. وشويه ارقام يا صديقي عن جورج وايا، هو اول واخر لاعب افريقي يفوز بالكره الذهبيه، سجل 193 هدف خلال مسيرته مع الانديه، فاز بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان والدوري الايطالي مرتين مع البيك ميلان، حصل على افضل لاعب افريقي 3 مرات 89 و94 و95. في سنه 96 الاتحاد الافريقي قرر ان جورج وايا هيكون افضل لاعب افريقي في القرن. ولكن جورج يا صديقي ما اكتفاش بالمجد الكروي، في حين ان اللعيبه اللي بتعتزل ممكن ساعتها تفكر في التحليل او في التدريب، جورج وايا كان بيفكر في حاجه اكبر، ليبيريا نفسها. شاف بلده بتنهار من الحروب، شاف شباب بتموت على الامل، فسال نفسه سؤال: هل انا هعمل فرق؟ ولكن في 2005 يا صديقي جورج وايا يرشح نفسه عشان رئاسه ليبيريا، لكن للاسف يخسر. احنا عارفين جورج وايا ما يعرفش المستحيل، عشان يرشح نفسه في 2011 تاني وبرضه يخسر، عشان يجي يا صديقي في سنه 2017 يرشح نفسه للمره الثالثه، ولكن المره دي يا صديقي جورج وايا رسميا رئيس دولة ليبيريا. رئيس من الشعب، بيلبس كاجوال، بيركب عجلته، بيغني مع الشعب، بيحتفل معاهم في الاحتفالات. سؤال الحلقة يا صديقي: هل ممكن نشوف لاعب كرة قدم في يوم يبقى رئيس جمهورية، ولا السياسة ليها ملعب تاني؟ جورج وايا كانش بس مهاجم، جورج وايا كان رسالة بتقول لك انك ممكن تبدأ من الصفر لكن توصل لأعلى القمة. الكرة مش دايما نهاية المشوار، الكرة ممكن تكون بداية، عشان جورج يسيب أكبر أندية العالم اللي لعب فيها عشان ينقذ بلاده، مش علشان شهرة لكن علشان واجب. جورج علمنا يا صديقي إن المجد مش بس في الجول، المجد إنك تفضل تجري حتى لو الدنيا كلها وقفت. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وكومنت وأي حاجة من الحاجات الحلوة دي يا صديقي. يلا نشوفك في الحلقة الجاية، ما تنساش صلوا على النبي.